السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير تكونوا ان شاء الله بالف خير. اليوم ان شاء الله قصه جديده تتبرد القلب. سميتها سهام وعائلتها تكونوا من 4 افراد. كانت عايشه مع ميمتها وخوتها، كانت عندها 10 سنين في عمرها. كانت تقرا مسكينه، هما عايشين في الباديه، الناس شلوح. كان الاب ديالهم تيخدم في المدينه وتيجي عندهم مره تيجيب لهم شي بركه وعايشين بها. كانت الام ديالتهم هي اللي ساكنه معاهم وعايشين في واحد الدار مساكنين على قد الحال. كان الاب مره تيجي شويه مبقاش يجي شويه، تقطع الخبر عليه. بقات الام مسكينه تقلب عليه، ما عرفات فين تمشي، فين تعطي الراس، ما عرفاتش الراجل فين مشى. ومسكينه الحكم ديالها هي شلحه، ما تعرفش العربيه، ما عرفاش تهبط للمدينه وتقلب عليه. وكانوا وليداتها كلهم صغار، يعني حتى شي واحد ما كبير اللي تعول عليه ويمشي يقلب على الاب ديالو. بقات مسكينه بحال هكا مكافحه ومحنه، حتى واحد النهار غتسمع الخبر ديالو من عند واحد الناس تيجيوهم من العائله. قالوا ليها راه تزوج في المدينه وولد وليدات اخرين وصافي راه نساكم. قالوا ليها صافي غير جمعي راسك وعولي على راسك، هذاك الراجل فقدي فيه الامال، راه ما بقاش غيرجع عندكم. وبقى فيها الحال مسكينه، وبكات وجدبات وما خلات ما دارت، وما عندهاش مسكينه منين تجيب الريال. كانت مسكينه تطلع للجبل وتبقى تحفر على الله وعاسه تلقى شي عشبه وتوكلها لوليداتها. ما عندهمش منين ياكلوا، لا حنين لا رحيم. كانت حتى هي مسكينه ديك المراه ما عندهاش العائله ديالها، كانت مقطوعه من شجره. كانت البنت ديالتها صغيره سميتها سهام، كتمشي تقرا عند واحد الفقيه ديالهم تما في الدوار، تتقرا عنده القران، وكانت تبارك الله متفوقه، كانت تقرا مزيان. وداك الفقيه كانت تعجبو في قرايتها. كانت باقا صغيره وكانت قاريه 30 حزب. واحد النهار الفقيه غيجي عند الام ديالها ويقول لها هاد البنت ضروري تسجليها في المدرسه، ما يمكنش تضيعيها، البنت تبارك الله قافزه وتتعرف تقرا، خاصها تسجل في المدرسه وتقرا، ما تبقاش هكا. الام ديالها مسكينه شافت فيها وقالت لي حنا راه ما عندناش تمن ناكلو، عاد نسجلها في المدرسه وخاصني كتوبه وخاص. قال لها شوفي كوني هانيه، انا غنتكلف ليها بالكتوبه ديالها، المهم غير خليها تمشي تقرا. المهم مسكينه شافت تعيات وشافت بنتها باغا تقرا، قالت ليه بسم الله، خلاتها تمشي. وخا الطريق بعيده تضرب مسكينه مسافات على رجليها باش توصل تقرا. من وصلت مسكينه تقرا المدرسه تلاقات مع معلمين، كاينين اللي مزيانين وكاينين خايبين الله يسمح ليهم. كتوصل مسكينه فازقه بالشتا والبرد، وتوقف واحد على الباب يقول لها وقفي حتى تنشفي عاد دخلي. وكاينين الاساتذه اللي ظريفين تيخليوها تدخل. وبقات مسكينه بحال هكا ومكافحه وصابره وعاضه في يديها وباغيه تقرا. كانت مسكينه ما عندها ما تلبس وما الماكله، مساكن ما عندهم ما ياكلوا. كانوا مساكن تيديروا غير ديك الخبز بحال هكا خبزه ويفرقوها مساكن كامل تجي مع دغيمه الواحد والله يجعل البركه. كانت الام ديالهم مسكينه اللي تخدم، يعني وليداتها كلهم صغار حتى واحد فيهم ما تيخدم. كانت تخدم خدمات غير بسطحية، الدوار ديالهم حتى هو بسيط، الناس مساكن كلشي بحال يعني ما كاينش زعما شي واحد اللي لاباس عليه في داك الدوار. المهم كانت مكافحه عليهم، طلع تخدم في الجبال، تخدم هنا تيعطيوها داك شويه الفلوس ولا او شويه القمح، المهم شويه الماكله تيعطيوها مسكينه وتمشي فرحانه لوليداتها وتوكلهم اليوم. بقاو على هذا الحال، بقات المسكين البنت تقرا حتى وصلت للبيت السابعه. من وصلت للسابعه خاصها تحول من ديك المدرسه وتمشي مدرسه اخرى. هنا الام ديالها قالت البنت انا بنتي ما عندي ما ندير لك، انا يا كافحت معاك هاد الوقت هادي، ولكن دابا باش تنقلي لقنت اخر انا راه ما نقدش. وجات المعلمه ديالتها عند الام ديالها وطلباتها وقالت لها ما تضيعيش البنت ديالك حتى تقرا تبارك الله وتجيب النقطه زوينه، خاصها تكمل قرايتها. المهم الام ديالها شافت تعيات طلبات الناس وزوجات وداكشي وعاونوها عباد الله، ومشات صيفطت بنتها تقرا. بقات بنتها تقرا، المهم البنت تقرا مزيان حتى جاب النقطه زوينه، من العام للعام تطلع القسم الاخر حتى شدات الباك ديالها وشدات الباك بنقطه زوينه، ضربات 17. وهنا البنت خاصها تمشي للحي الجامعي باش تقرا تكمل قرايتها، حيت البنت بغات تقرا. والام ديالها قالت لها انا ما عنديش الفلوس باش نصيفطك للحي الجامعي،
وباش نعطيك باش تصرفي وباش تاكلي. اما داكشي كتديريه برجليك راني كنت مخلياك، اما فلوس ترونسبور راه ما كاينش. هذيك الساعه خوتها اللي كانوا كبر منها، جوج ولاد هبطوا للمدينه، بداو تيخدموا. واخا تيخدموا مساكن كانوا تيخدموا غير في البني ولا في شي حاجه بسيطه، يلاه تيكريو وياكلوا مساكن حتى هما، وتيصيفطوا لهم واحد البركه قليله. وناضت الام ديالها هضرات مع وليداتها وطلباتهم على اختهم سيهام باش يعاونوها وتكمل القرايه ديالتها، حيت البنت قالت لهم انا ما يمكنناش نبقاو عايشين بحال هكا، خاصني نقرا باش نغيروا من الوضع ديالنا. المهم الام ديالها مسكينه تتشوف فيها ولكن راه ما عندها جهد ليها. المهم بقات البنت مسكينه تتبكي وطلبات خوتها وعاونوها، واخا عاونوها بداكشي بسيط، عاونوا داكشي بسيط بزاف حتى هما ما عندهمش. المهم البنت شدات داكشي من عند خوتها وهبطات للمدينه، وبقات تتقلب وتتسول فين تقرا. بعد ما عرفات فين غتقرا دخلت الحي الجامعي وتقبلوها. بعد ما قبلوها في الحي الجامعي دخلات تما، شافت ناس اخرين وشافت بنات اخرين. ما بقاش تشوف دوك البنات اللي كانوا معاها في الدوار، يعني اللي تلبسوا فحال فحال، يعني شي ما حاقر شي. تما تشوف البنات لابسين واكلين شاربين عايشين عيشه اخرى، داكشي ما عمرها شافته. وبقات مسكينه على هاد الحال، وبقات مسكينه في داك الحي الجامعي وتطلع من العطله لعطله لدارهم تشوف الام ديالها. وكان مسكينه ما عندهاش وتبغي الكتوبه وتبغي والو. وشنو دارت مسكينه؟ ناضت قالت للبنات نبقى نشقى عليكم. ولات مسكينه تشقى على البنات وتجمع لهم بيوتهم وتصبر لهم حوايجهم وطيب لهم ماكلتهم، اللي بغى شي حاجه تيعيط على ديك البنت سيهام تقديها ليه باش يعطيوها شويه الفلوس. حتى لواحد النهار تتجمع في واحد البيت ديال واحد البنت، وهي تلقى عندها قرعه ديال اللحسه. اللحسه تتاكل فيها ديك البنت، تقول لها هاد القرعه اش ديري عندك؟ قالت لها هاد القرعه راه ديال اللحسه، راه تناكلها باش نغلاض، راه تياكلوها كاع البنات. واش عمرك شتيها؟ قالت لها تنشوفها، حيت هي ملي كانت تمشي في العطله للبلاد ديالهم كانت تمشي داك التعاونيات، تتمشي ليهم وكانت تخدم معاهم تما باش تلقى باش تشري كتوبه ديالها. يعني هاد اللحسه كانوا يديروها تما في التعاونيه، يعني هي عارفه المكونات ديالها اش يكونوا فيها. المهم قالت لي ها راه كاين عندنا هاد اللحسه في البلاد ديالنا راه تيصايبوها زوينه، وزعما داكشي طبيعي، ولا شوف راني شايفاهم كيفاش يديروا ليها وكنت تنخدم معاهم. قالت لها صافي. ديك البنت قالت لها صافي من تكوني طالعه لداركم نعطيوك فلوس وجيبيها، حيت قالت لهم هي شحال تاخذوها؟ قالوا ليها القد والقد، لقاتهم تياخذوها غاليه بزاف، وهما تما في التعاونيه ديالهم تيبيعوا واحد الثمن بسيط. المهم داكشي دارت معاها البنت، اتفقت قالت لهم اللي بغاها انا نجيبها ليه. المهم شي بنات تاقوا فيها وشي بنات لا. دوك اللي تاقوا فيها عطاوها الفلوس، مشات لدارهم، دازت للتعاونيه شرات ليهم دوك القراعي، طلباتهم نقصوا لها ما يعرفوها، زادوا نقصوا ليها. كيما قلت لكم نقصوا ليها من هذيك اللحسه وداتها للبنات وربحات فيها شويه الفلوس. عطاتهم القراعي البنات من كلاوها عجباتهم، حمقاتهم هذيك اللحسه. قالوا لها شنو فيها؟ قالت لهم شنو فيها شنو فيها، المهم داكشي طبيعي ما تخافوش منها. صافي دوك اللي كانوا ما خداوش ولات ديك الحي الجامعي كله بغى هذيك اللحسه، ولات تتقدى ليهم. شنو قالت شنو ندير؟ نعاود لا نبقى نمشي نتقدى انايا من التعاونيه وياخذوا المبلغ بزاف؟ ولات هي تتصايبها، تمشي للتعاونيه هما اللي يطحنوا لها ديك دوك المكونات، كانت تديهم لدارهم تتصايبهم وتنقيهم، وفي التعاونيه تيطحنوهم ليها، وتمن القراعي تتقداهم من التعاونيه. المهم هادوك الناس ديال تما عارفينها ما فحالهاش وما عندهاش والديها ما فحالهمش يتعاونوا معاها، حيت هي معروفين تما في داك الدوار. وبقات على هاد الحال تتبيع ليهم هاد اللحسه، ولات معروفه تما تجيب البنات اللحسه، تجيب لهم حتى التبريمه، داكشي كامل اللي تيخصو البنات ولا تجيبوا ليهم. واللي بغى شي حاجه تقديها ليه، ولا تجيبها من فم السبع، يعني البنت باغيه توصل باي طريقه. وبقات مكمله القرايه ديالها حتى لواحد النهار شدات الدبلوم ديالها، وهنايا خاصها تخرج تقلب على خدمه في داك المجال اللي قرات فيه. وبقات تدفع السيفيات ديالها، وهنا يقبلوها هنا ما يقبلوهاش. كانت دوزت واحد ستاج، وهداك الستاج اللي دوزته في واحد الشركه كانوا قبلوها،
بعد ما قبلوها وعرفوا ظروفها ان مسكينه ما عندهاش وما فحالهاش، خدموها بواحد الثمن بسيط. بعد ما خدموها بداك الثمن بسيط ومسكينه هي ساكته يعني محتاجه، ما لقات ما دير. ضربت معاهم مده عامين. بعد ما ضربت معاهم عامين ما عجبهاش داك الصالير، يعني قات راسها ضايعه بزاف. يعني الخدمه اللي خاصها تخدم والقرايه اللي قرات خاصها تشد صالير زوين. وكانت هي من دوك البنات المتفوقات، يعني كانت قرايه وذكيه وتتفهم بالزربه. وهنا الاخت ديالها اللي صغر منها كانت تزوجات بواحد الولد تما في القبيله ديالهم. كان جا خداها مع مساكن عايشين الفقر ما عندهمش. ماما تشرطات، المهم جا عطاتو ليها بالزربه جوجاتها. بعد ما تزوجت مسكين ديك اختها عانات في حياتها. كان داك الراجل تيسلخها تكرفص عليها، كان تيقول ليها تعطيها تاكل وتيقول ليها هاد دغمه الخبز تاكلي راه ما لقيتيهاش في داركم راه كنتو عايشين غير بالجوع، ما تتلقاو ما تاكلوا. كان ديما تيعايرها بديك النعمه اللي كان تيوكلها ليها. وكانت مكرفصه مسكينه بزاف معاه على الاخر. واختها كانت بقات فيها ولكن ما لقاتش ليها الجهد. كانت تقول الام ديالها قول لها غير تصبر بين انا نخدم وديك الساعه نشوف لها شي حل. اما الاب ديالهم ما عمرهم تفكرهم ولا جا عندهم ولا سول فيهم والو. ولا يقول هذوك الوليدات مساكن خليتهم صغار ولا انبوا الضمير ديالو. ما كاينش. بقات مسكينه الام ديالهم مكافحه معاهم وعزهم بسنانها، واخا كان القليل مهم ما تخلاتش عليهم وبقات معاهم. والبنت تبارك الله باغيه تقرا. كما قلت لكم خدمات في هذيك الخدمه عامين وما عجبهاش الحال خرجت منها. دخلت لواحد الخدمه اخرى في واحد الشركه كبيره، ربي سهل لها في هذيك الخدمه. خدمات فيها بصالير زوين وتهلات في الام ديالها، جابتها من ديك البلاد حيت الخوت ديالها كاملين كانوا هبطوا للمدينه خدامين. بقات غير الام بوحدها وهذيك اختها اللي تزوجات تما في داك الدوار ديالهم. جابت ميمتها كلات هي وياها وعاشوا في المدينه على خير وبخير، تياكلوا تيشربوا، مهم عايشين. الاخت ديالها بقى فيها الحال، بغات اختها تجي ما تبقاش عايشه في ديك الحاله. مشات وقفات وجرات مع اختها وطلقاتها من داك الراجل وجابتها هي ووليداتها وسكناتها معاهم. وهي اللي تكفلات بوليدات اختها، ولات هي تتصرف عليهم ودخلاتهم يقراو. وحتى اختها دارت لها المحاربه الاميه ودخلتها تقرا. حتى واحد النهار يكونوا جالسين ما عليهم ما بيهم حتى غيجي الاب ديالهم يدق عليهم. والمشكل ماشي جاب بوحدو، جا هو والمراه ديالو. من جاو يحلوا الباب تفاجئوا، لقى الاب ديالهم مبقاوش عاقلين حتى على الشكل ديالو كي داير، غير مراتو اللي عرفاتو. قال لهم حقا جيت نحيي معكم صله الرحم. حتى كبروا الولاد وتكرفصوا وما خلى ما داز عليهم. والبنت يلا خدمت يلا بداو شي شويه تيتنفسوا تم جاي عندهم هو. هنا الام ديالهم دارت فيهم وقالت لهم دخلوا باكم. تتعرفوا الناس شلوح دراوش ومربيين ومؤدبين. تتعرفوا الناس الجبل تيكونوا مساكن دراوش. وهذيك المراه ديالته اللي جاب معاه المراه الثانيه بقات تحنزز فيهم وتشوف فيهم، بغات تاكلهم بعينيها. هو راه ماشي جاي يشوفهم يحيي معاهم صله الرحم، جا من ساق البنت انها خدمات وكرات وجابت امها، بغى يجي يشوف كي ولاو. هادشي علاش جا. مهم ما ضايفوه هذيك الليله وكلوه شربوه داروا معاه مزيان حتى مشى بحالو. وبقات البنت خدامه في خديمتها. والبنت كانت تخدم مزيان وكانت تطيرها في السما وشدات بلاصه زوينه في الخدمه. ولات هي تتجري ديك الشركه كامله. ولا كانوا الناس تيمشيو يخرجوا دي بلاصما في المغرب، هي تتخرج خارج المغرب. البنت تبارك الله قرات وكافحات ووصلات داكشي اللي حلمت به. ربي حقو ليها، ربي كبير ونعمته واسعه. وشرات الدار لميمتها كي دايره وفرشتها لميمتها بالذوق ديالها. تتخرج الميمه ديالها وتقول لها عزلي اللي بغيتي انتي غير امري وانا نأدي. وفرشوا هذيك الدار كي دايره وصلحوها. وجابت خوتها كاملين جمعاتهم وسكناتهم معاها في الدار، حيت خوتها كانوا خدامين مساكين غير في الشانطي تي مع البنايه، حيت كانوا ما قارينش. هي اللي قرات بوحدها، هي اللي قرات بوحدها في دارهم. وجابت خوتها وجمعاتهم وتهلات فيهم كاملين. وهذاك الاخ ديالها الكبير شرات ليه واحد الصطافيط
ولا تيبيع ويشري، وما بقاش في ديك الخدمه، ولا حتى هو على خير وبخير وتزوج وكون حتى هو عائله. وهذيك الدار اللي شرات كل واحد عطاتو طبقه، فرقاتها كل واحد حتى ديك اختها اللي جابتها من العروبيت هي عطاتها طبقه، وهي وميمتها تجمعوا في الطبقه. وصيفطات ميمتها للحج وغسلت عظيماتها، ولات امها بحال شي اميره. وتيقول لك اللي تسنى يتسنى الله، واللي ترجى يترجى الله الحبيب. تتبات فشان او تتصبح فشان. وهنا سهام تعرفت على واحد ولد الناس كان خدام معاها في الخدمه ديالها، في كانت هي الشافه، وتا هو كان عنده بوست زوين، كانت خدامه هي وياه، وكان حاط عليها العلم من شحال هادي. ولكن هي ما كانتش عاطيه اهميه لهذا الشيء، كانت عاطيه اهميه للاهداف ديالها، يعني باغيه توصل، باغيه تخدم، باغيه دير بزاف د الحوايج. المهم بقى هذاك السيد بغاها، شافت تعيات وتزوجات به، جا عندها لدارهم، كبرات بها الام ديالها خوتها، جا هو كبر بها، جاب عائلته، المهم كلشي كان على خير وبخير. جا الاب ديالها حتى هو عيطوا عليه، جا هو حضر. بعد ما تزوجات ما بقاتش عايشه مع الام ديالها، مشات عاشت مع الراجل ديالها، ولكن في نفس المدينه، ما بعدتش على الام ديالها، حيت الحكم الخدمه ديالتهم في نفس المدينه. حتى لواحد النهار الام ديالهم غتكون جالسه في الدار هي وبنتها، غيدق عليهم الباب، غيحلوا، غيلقاو الاب ديالهم والمراه ديالته جابتو ليهم وحطاتو ليهم في الباب ومشات في حالها. قالت لهم ها هو اخزوه ولا رميوه. الراجل كان مرض واحد المرض خطير، وما بغاتوش المراه ديالو، صافي مبقاتش بغاتو، مبقاتش قاده عليه. جابتو لولادو ولمرتو اللي كان مخلي عليهم من كانوا صغار، تعذبوا وتمرتوا بوحدهم، كانوا اي حاجه داروها في حياتهم بوحدهم. ما قاوم يديروا، الام ديالهم مرا شلحه وبنت الصواب، ما قدراش ترمي الراجل حيت باقا في الدمه ديالو. المهم المراه مسكينه دخلت الراجل هي وبنتها وغسلوا ليه، جا حالته موسخ وغسلوا ليه ونقاوه، وطورات البنت ديالتها قالت ليها دابا تكوني عندي، راه باك ها شنو وقع ليه وشنو وقع ليه. راه جابتو مرتو لحتو في الباب ومشات. ناضت البنت مسكينه هزت راسها وجات هي والراجل ديالها، جاو دخلوه هزاتو، شافت الاب ديالها لقاتو حالته مسكين مريض ما قادرش يهدر وما لقات ما دير، حنات فيه تيبقى الاب ديالها. قالت ما عندي ما ندير، حنات فيه وداتو نعساتو في الكلينيك، وشافوا المرض شنو عنده، لقاو عنده مسكين المرض السرطان، ونعساتو تهلات فيه وبقات معاه حتى النهار اللي مول الامانه دا امانته، وهما اللي دفنوا على يديهم كلشي. المهم تهلاو فيه ما رماوش، واخا هو رماهم صغار هما ما رماوش. والراجل ديالها زادت كبرت في العين ديالو من شاف المراه ديالته ما تخلاتش على باها وما تخلاتش على خوتها، وكانت واقفه معاهم مرة ونص، كانت تسبقهم هما الاولين، عاد تشوف هي داكشي اللي خاصها هي. حتى لواحد النهار جاتها السخفه والدوخه، مشات للسبيطار هي وراجلها، بعد ما مشاو لقات راسها حامله. هذاك النهار ما قدتها فرحه، لا هي لا الراجل ديالها، ومن عرفها راجلها حامله ما خلى ما دار ليها. الراجل ديالها هدا ليها طونوبيل كادو بمناسبه الحمل ديالها، كان راجلها فرحان بيها وكان تيبغيها، كان حتى هو ولد الناس، كان شافها امراه قاده. وهنا قصتنا غتسالي، تنتمنى تكون قصتي خفيفة على قلوبكم وتعجبكم، وتقولوا لي الآراء ديالكم، واللي ما مشاركش في القناة يشارك فيها باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، في ما نحط شي حاجة يوصلكم الإشعار ديالها. والسلام عليكم وشكرا بزاف.